هذه هي الطريقة اللي غتجمع بها الفلوس واخا تكون ما عمرك خدمتي. حاول ما تفوت في أعلى وجبة عندك هي طبخ بيضات بحال هادو. أما إلا بغيتي تاكل بحال هادشي غادي تكون ضيعتي رزقك وضيعتي معاك حتى الورثة، ونهار تموت ما غاديش تخلي لهم باش يتفيجطوا ليلة العشاء ديالك. إذن حاول تجنب ما أمكن التبرعات والتخامات في الحياة ديالك. إلا عندك شي رزقك كولو قبل ما ياكلوا فوق راسك، غير قضي الغرض دابا اللي عندك قضي بها، حيت ولفتي تخزن هذه ماشي دابا خليها من بعد، وهذه كتولي كيبس العقل ديالك واليد ديالك على الخير، كتولي خايف من القهرة وعايش فيها ديما مخلوع. علاش؟ لأن المال كالماء إن تحبسه يغرقك وإن تتركه تسمع له صرصاري. كذلك البخل موبق لصاحبه مغرقه، والجود يوقيك ما لا تدري من الأضرار. الجود شي نعمة كبيرة خص الإنسان يعرفها، وهذا الشيء راه القرآن احنا كيخاطبنا، ولكن مع الأسف كثير من عرب دون عربية ما كيفهموش القرآن اش بغا يقول لهم. ملي كيقول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ما قالش بأنفسكم، بأيديكم يعني بالبخل، تلقليل. إلا جمعتيها راه غتلقي بنفسك إلى التهلكة.